وهم اسمه زواج سرق طفولة من يلعبن في جنائن مدرسة، كن يبحثن عن أحلام لونت بألوان الزهر، حلمت بأن تكبر تحت سقف جامعة وتحظى بمركز مرموق في مجتمع بعاداته القبلية جعل من تلك الأحلام حفنة غبار تتناثر في يوم عاصف ممثل بيوم عرسها، يوم زج بها داخل قفص لتكون رهينة لغرائز رجل ربما يفوق عمر أباها سنا من غير أن يضمن لها أي حقوق. أهلي زوجوني عمر 12 سنة، كنت قاصر وكل شي ما أعرف. يعني أنا كنت ألعب لعابات أفلام كرتون، فجأة إنه حياة جديدة، حياة بعيدة عن الأفلام والأحلام اللي أنا كنت عايشتهم. جيت كزوج وبيت ومسؤولية، عانيت من هذا الشيء مدة 7 سنوات، ولحد الآن أنا أعاني من هذا الشيء لمدة 7 سنوات، عمري 18 سنة. أهلي باعوني سبب يعني المادة، أهلي ناس فقراء، يعني انطاهم بيت، انطاهم الرجل اللي اجاه اللي يتقدمني انطاهم بيت وسيارة في سبيل انه يتقدمني وياخذني. اخذني زوجني، هو طبعا متزوج نسوان 2 وانا الثالثة. معاملة يعاملني اياها بقسوة، بعيدة عن الحب، بعيدة عن الاحترام. ولحد الآن أنا دا أعاني من هذا الشيء، وأتمنى أنه يصير حل للبنات القاصرات اللي زوجن. وأنا الآن أريد أطلق، ما أقدر أطلق لأن من رحت المحامي قال لي ما تطلقي لأن أنتي ما متزوجة بالمحكمة، ما عاقدك، مجرد بس عقد سيد. عمره 50 سنة، هو رجل يعني كبير، كلش كبير من عمر والدي. طبعا انتقالي كان كلش صعب لين اني طفلة 12 سنة، طفلة كل شيء ما تعرف عن الحياة الزوجية، ما تعرف الرجال شنو، ما تعرف البيت، المسؤولية. يعني اني يعني العب لعابات ويا الاطفال برا، ما كنت اتصور هيك حياة زوجية. مأذيني من ناحية المادة، من ناحية الطلعة، حتى هم أهلي اللي باعوني إله هو اللي دا يأذيني، ما يخليني أجي إلهم بسهولة كلش. وإذا أجي مجرد إنه ساعة ولازم أرجع للبيت، وعايشة حياتي بمشاكل، بس حياة صعبة كلش وياه. حنان والتي قتل طموحها تفاجأت بحياة لم تعرف عنها شيء، وبرجل يعاملها بكل قسوة ليزرع الرعب بداخل طفلة حملت دميتها مع فستان الزفاف. ورغم محاولاتها بالتخلص منه والخروج من ذلك السجن المظلم، إلا أن الأبواب قد أغلقت بوجهها، ليكون مكسب الأهل مهر مدفوع مقابل طفولة مسروقة. وفي وسط هذا الجحيم تعيش قاصرة حياة صعبة جعلت منها أنثى تكره أمومتها خوفا من مصير مجهول ينتظرها، وينتظر روحا قد تغلق في رحمها في أي وقت من أوقات رحلة الحياة المأساوية. دخلنا بيوم زواج ودخلنا بالغرفة، حاول يغتصبني لأن أنا ما أعرف أي شيء عن الحالة الزوجية نهائيا، وما حد حكالي وما حد شرح لي. بحيث من جيت دخلنا مباشرة إنه حاول يغتصبني يعني بهذا الشيء. طبعا هو جاني من ناحية الضرب والغلط، يعني هو بعد تعرفون من شغلة الحالة يعني من يغتصب لشخص شلون يصير الموقف. حاولت أكثر من مرة، رحت وحكيت، بس هو والدي بما أنه هو بايعني من هذا الشيء ما راح يقول لي هذا الشيء غلط أو تعالي يمنا أو إحنا راح نطلقك، لا، لأن هو باعني يعني بسبب أنه المادة، حصل على المادة ولازم أني أتحمل. يعني أنا هسه حاليا ضحية أهلي،
لا، أنا راجعت الطبيب أكثر من مرة، قلت لها إنه انطيني فد علاج إنه يمنع الأطفال، وانطتني علاج إنه يمنع الأطفال، ما يصير الأطفال عندي. وبنفس الوقت أنا ما أريد أطفال، لأن يربطني أكو طفل، وأنا هذا الشيء ما أريد. أنا أريد أتخلص من عنده اليوم قبل باكر، إنه أنا أريد أتطلق، بس بيا طريقة من أي ناحية ما أعرف. يعني أقول عسى وأن رب العالمين يلتفت لي على الساعة ويخلصني من هذا الشخص، بس هذا اللي أريده. مو أنا صار لي 7 سنوات وياه، فتعبت من كل النواحي، تعبت يعني ماكو أي نتيجة ويا هذا الشخص، لأن هو هذا الشخص جاي هدفه واحد، إنه أنا أقوم بواجبه ويشبع رغباته وخلص، وأهلي هدفهم إنهم ماخذين المادة. مختصون في الجانب التربوي أكدوا أن هذه الظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة، وأصبح موضوع الحد منها ضرورة حتمية كجانب من جوانب حفظ حقوق المرأة والطفولة في بلد يقال عنه إنه ارتدى رداء الديمقراطية وحقوق الإنسان. الكل يعرف ما معنى الزواج، وما هي المداخلات التي تتأتى منه، انتقال الإنسان من مرحلة إلى أخرى، من بيئة إلى أخرى، من ينطلق من أفكار التي جاء بها من البيئة الحاضنة له من الأسرة إلى أسرة أخرى. هذا يعاني منه حتى الكبار. فكيف بالنسبة للأطفال القاصرات؟ لاحظ راح ينصدم صدمة كبيرة. كانت ترى الشخص اللي هو عبارة عن الأب أو الأخ أو الأقارب بصورة عامة، لكن تلاحظ أنه راح يتغير مفهومها تجاه الرجل بصورة عامة، راح يكون عندها نفور من كل الأشخاص. حقوقيون من جانبهم عبروا عن استيائهم من هذه الزيجات، والتي تكون مغلفة بغطاء شرعي، لكنها غير محمية بقوانين مشرعة ضمن الدستور، لتبقى ضحيتها فتيات صغيرات وأطفال في هذه الدنيا بمصير مجهول، معلنين تزايد هذه الظاهرة لغياب الوعي القانوني من قبل أولياء أمور القاصرات، والوضع المادي المربك والذي يعيشه العراقيون منذ سنوات. الزوجة هي أولا المضرة الوحيدة، لأن بعد فترة من الزمن عندما تتزوج خارج المحكمة بعقد شكلي من المأذون الشرعي أو السيد المأذون باسم المحكمة، بعد فترة الرجل انتقل أو انتقل إلى محل مجهول، أو ربما وصلت إلى خلافات، تعتبر الزوجة هي المضرة، راح ترجع من جديد لأهلها وراح تطرق باب القضاء، وهنالك متاعب أو صعوبات باعتبار هناك لا يوجد أي شيء يثبت أن هي متزوجة من هذا الشخص. والمشكلة الأكبر إذا كان هنالك أطفال سوف يكون ضحية المجتمع أو ضحية الأبوين الذي زج بابنتهم القاصرة، لكون الطفل راح يعاني ما يستلم أقل حقوقه وهو الدخول في مقعد الدراسة، لذلك راح يعاني من حرمان. لذلك تكون المشكلة الأساسية، المضرر الأساسي أولا للزوجة، والمضرر الأساسي إذا كان هناك أطفال. تجينا هي حامل، يعني حامل خلال الشهر الثامن أو التاسع، ونصدم إنه هي أمامها، يعني تجينا بس بعقد السيد وزوجها يعني ما يقبل يحضر، فنضطر إنه يعني نرفع تصديق زواج ونبلغ الزوج وندز عليه، ويعني إجراءات لحين ما نثبت هذا الزواج، ولحين بهاي الإجراءات لحين ما تستغرق هي والدة، فلذلك نقيم أيضا إثبات نسب، يعني نصير معاناة وروحة وجية على الأهل. فلذلك احنا نطلب من العوائل العراقية انه تكون واعية لهذا الشيء، وكمان تكون من يجون يتقدمون على بناتها تكون امام يعني شيء مدروس، ويعني شيء مدروس ومخطط له. عقد زواج شرعي لم يكن كافيا لضمان حقوق طفلة لتجد نفسها مسلوبة من كل شيء جميل في هذه الدنيا. لبرنامج سامراء الصباح، سجاد الخفاجي، محافظة بابل.